السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم على كل الحاجات اللي بتخص السكويماس سيل كارسينوما. اولا الديفينيشن، ايه هي السكويماس سيل كارسينوما؟ ده مالجننت تيومر جاي منين؟ جاي من البريكل سيل لاير. تمام. طب ايه هي البريديسبوزنج فاكتور ليه؟ قال لك زي البيزل سيل كارسينوما. طبعا احنا في الفيديو ده هنتكلم على اكننا بنجيب الاثنين دايما مع بعض، فيا ريت تكون سامع الفيديو بتاع البيزل سيل كارسينوما الاول. طيب ايه هي البريديسبوزنج فاكتور هنا؟ زي البيزل سيل يعني ايه برضه؟ يعني سن اكسبوجر، يعني كيميكال او فيزيكال او بيولوجيكال اكسبوجر لايريتنت يعني. تمام. او اميون ديفيشنسي زي الترانسبلانتيشن او مال نيوتريشن او ايه او الايدز. تمام زي الفل. طب ايه البري مالجنانت ليجن بقى؟ البري مالجنانت ليجن هنا المهمه ولازم تتحفظ تماما بالظبط، يعني لازم تتحفظ البري مالجنانت ليجن. اول حاجه السولار كيراتوزيس، او السينيل كيراتوزيس، ده الكومونست بري مالجنانت ليجن يتحول لسكويموس سيل كارسينوما. ايه بقى الخصائص بتاعه الليجن ده؟ الليجن ده بيتميز بان هو بيكون ثيكنينج فين؟ في الكيراتين سيل لاير يعني هايبر كيراتوزيس، والبريكل سيل لاير يعني اكانثوزيس، ولكن البيزل سيل لاير بتكون انتكت. يبقى عندنا هايبر كيراتوزيس واكانثوزيس، ولكن البيزل سيل لاير بتكون انتكت، ودي مهمه جدا. طيب كومن في الاولد ميل، تمام، وفي الاماكن اللي بتتعرض طبعا لاكسبوجر للصن، وبتكون مالتي فوكال. يعني ايه بقى مالتي فوكال ومالتي سنتريك؟ مالتي سنتريك يعني ليها كذا سنتر، يعني طالعه في كذا مكان، لكن مالتي فوكال هو مكان واحد ومتشعبه كده من المكان ده. تمام. التريتمنت بنعمل لها لوكال انسيجن او اكسجن، بنشيلها. طيب ايه تاني مرض بريديسبوزنج فاكتور عندنا؟ سيبوريهيك كيراتوزيس. السيبوريهيك كيراتوزيس طبعا ده المثلث اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي اكتر مثلث بيكون معرض للشمس في الوجه. تمام. بعد كده عندنا باونز ديزيز. الباونز ديزيز ده كارسينوما انسايتو، انتراديرمال كارسينوما انسايتو بري كانسرس كونديشن. تمام. بتحصل في الاماكن اللي صن اوكسبوزد. الليجن ده يوجوالي بيكون سوليتيري. يعني ايه سوليتيري؟ يعني سنجل، يعني هو واحد بس. تمام. ويكون في الدايمتر اقل من 5 سم. بعد كده عندنا الاريثروبليجيا اوف كيورت. قال لك الاريثروبليجيا اوف كيورت ده اسمها الثانيه باجت ديزيز، بس فين؟ في البنس. يعني لو باجت ديزيز حصل في البنس بيكون اسمه اريثروبليجيا اوف كيورت، وده بريديسبوزنج او بري مالجننت ليجن. زيرو ديرمال بيجمنتوزا، ودي اتكلمنا عليها في البيزل سيل كارسينوما. ايه هي الزيرو ديرمال بيجمنتوزا؟ الزيرو ديرمال بيجمنتوزا ديت بتكون عباره عن ان الدي ان ايه مش قادر يحصل له ريبير من الميوتيشنز اللي بتحصل له بسبب السن اكسبوجر، بسبب نقص ايه في اوتوزومال ديفيشنسي، بسبب اوتوزومال ديفيشنسي. تمام. واتكلمنا عليها في البيزل سيل كارسينوما. الراديشن ديرماتايتس برضو ده بريديسبوزنج. وكرونيك ألسر. كرونيك ألسر زي مثلا جايه منين الكرونيك ألسر ديت؟ مثلا جايه من اولد بيرن، او جايه مثلا من كرونيك اوستيومايلايتس، عملت لنا ساينس على الجلد فوق فبقت كرونيك ألسر، او ألسر اوف فاريكوس فين. تمام. ولكن الكرونيك ألسر اللي كانت بتسبب البيزل سيل كارسينوما كان اسمها ديكيوبيتس ألسر. نسمع الفيديو بتاع البيزل سيل كارسينوما. كرونيك ألسر انا اسف، كرونيك سكار او مارجولين ألسر. ايه هي بقى ديت؟ ان بيكون عندك سكار وفوق السكار تيجي السكويموس سيل كارسينوما، فسميناها مارجولين ألسر، او ليوكوبليك زي ما احنا عارفين، او لوباس فالجاريس. اللوباس فالجاريس بتحصل في مرض الضرن تيوبركلوزيس، او الباجت ديزيز بس اوف نيبل. لكن الباجت ديزيز اوف بن لما اتكلمنا عليه اوف بنس ده بيكون اسمه اريثروبليجيا اوف كيورت. تمام. هنا بقى الباجت ديزيز اوف نيبل ده بيكون انتراديرمال كارسينوما انسايتو، بس فين؟ في النيبل. تمام. اخر بري مالجنانت ريجن هو البريينال فيستولا. ودي بتكون اكسترنال اوبننج بس. طبعا احنا عارفين الفيستولا بتكون مفتوحه من جوه وبره، لكن دي بتكون اكسترنال اوبننج، يعني اسمها بريينال فيستولا. وبكده خلصنا البري ديسبوزنج او الايه بري مالجنانت ليجنز. طيب السايت بتاع السكويموس سيل كارسينوما بيكون فين؟ بيكون في الاماكن اللي سان اكسبوزد، زي الفيس، زي الباك، زي الهاند، او الميوكس ممبرين لايند ويز ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، زي في الليبس، زي في الجم. يبقى الميوكس ممبرين اللي لايند بسكويموس سيل ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم ده معرض انه يحصل له سكويموس سيل كارسينوما، او ان هي تحصل في مكان بيحصل عليه سكويموس ديسبلاجيا، سكويموس ميتابلاجيا. في مكان بيحصل عليه سكويموس ميتابلاجيا تحصل لنا سكويموس سيل كارسينوما. طيب ايه الانواع بتاعتها؟ عندنا النودولار تايب، وده الايرليست ريجن، زيها زي كل يعني اغلب التايبس. زي مين؟ زي البيزل سيل كارسينوما. لكن هنا بقى النودولار تايب ده الايرليست تايب برضه، بيكون جرو رابيدلي والسريتيف. طيب او الالسريتيف تايب ده الكومونست ليجن، ديفيوز انفلتريشن او انفيزيف تايب، يكون ديفيوز انفلتريشن، او ديب فيشر
انديوريتد للديب فيشر لونجيتيودنال ألسر، ديب جوه داخله لجوه لونجيتيودنال، او بيجمنتد تايب، او بابيلاري تايب، او بلاك بتكون اليفيتد على الميوكس ممبرين كده بلاك تايب، او فيروكاس تايب. الفيروكاس كارسينوما بتكون شبه الورده كده، اكزوفيتيك فيروكاس تيومر في الاورال كافيتي او في الفوتس او في الجينيتاليس. ادينويد سكويماس سيل كارسينوما او اكانثوليتيك، اكانثوليتيك يبقى ادينويد او اكانثوليتيك، او سبندل سيل كارسينوما. كل دي انواع السكويماس سيل كارسينوما. طبعا اللي في الرجل ديت صوره للفيروكاس كارسينوما في الفوت، وطبعا اللي في الايد ديت بتكون النودولار تايب اللي هو بيكون الايرليست تايب. طيب شكلها بيكون عامل ازاي؟ قال لك زير ار هي شبه السوليد ماس اوف الابيثيليال سيل جرو في الديرم على طبقات الجلد، يبقى هو سوليد ماس من الابيثيليال سيل. الماس ديت بتكون بولي هيدرال سيل بريكل سيل سن، وهيكون بولي هيدرال سيل بريكل سيلير يعني، وبيكون فيها فرق كبير جدا، بيكون فيها سيل نست سنترال كيراتين سيل نست، لكن البيزل سيل ما كانش فيها سيل نست. السبريد بتاعها دايركت سبريد زي البيزل سيلير، ولكن عندها ليمفاتيك وبلاد سبريد اللي البيزل سيلير ما كانتش بتعمله. طيب بعد كده هنتكلم على الكلينيكال بيكتشر. طبعا في الميل اكتر من الفيميل. تمام. هي بتكون سمول نديول which ulcerated بالبيشنت، البيشنت عمل لها سكراتش او ulceration سمول نديول. طب الالسر هناك كانت سلو جرو، هنا رابيدلي جروينج السر. فيها الكرايتيريا اللي هنتكلم عليها دي. اول حاجه النمبر بتاعها بتكون سنجل، الالسر دي سنجل. السايت قلنا في الاماكن اللي سان اوكسبوزد، في السكويماس ستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم او سكويماس ديسبلاجيا ميتابلاجيا. تمام. السايز فاريبل في السايز، الشيب ريجولار في الشيب، الديسشارج بلاد او بص، كل الكلام ده شبه البيزل سيل كارسينوما. ولكن الليمف نود هناك ما كانتش بتعمل ديفيوز للليمف نود، وممكن الليمف نود كانت تبقى انلارجد، بس انلارجد لو حصل انفلاميشن. هنا الليمف نود ستوني وهارد ونوت تندر فيرم، يعني في الاول بتبقى موبايل، بعد كده بتبقى فيكسد، وده علامه خطيره جدا. طيب ايه بقى الديسكريبشن بتاع الالسر دي؟ الايدجز بتاعه الالسر ريزد اند ايفيرتد ايدج، هناك كانت ريزد ولكن انفيرتد ايدج، هنا ايفيرتد. الفلور هنا نيكروتيك، هناك كان ايه؟ كان ريد او بلاد يعني. طيب البيز انديوريتد، ولكن هذه الانديوريشن اللي في البيز دي اكستند بيوند الفيزبل مارجن، هناك كانت نوت اكستند بيوند الفيزبل مارجن. المارجن هنا هايبريميك وهناك كانت هايبريميك. تمام. ايه بقى الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من السكويموس سيل كارسينوما؟ قلنا انفكشن او هيموريدج، يحصل لها سكندري انفكشن. طيب انفيجن للسراوندنج ستراكشر، لان هي ايه؟ قلنا لوكالي ديستراكتيف ليجن. طيب او تعمل ديسفيجرمنت، تشوه للمكان اللي هي فيه، او تبعت ديستال ميتاسيس. طيب الانفستيجيشن زي البيزل سيل كارسينوما، يعني ايه؟ يعني الانفستيجيشن بتاعتها بناخد بايوبسي ونروح نحللها في المعمل، ولو بعتت ميتاسيس هناك ما كانتش بتبعت، هنا بقى لو بعتت ميتاسيس فاحنا بنبدا نعمل ايه بقى؟ ندور على الميتاسيس دي بقى اكس راي او سي تي او ام ار اي. تمام. بنعالجها ازاي؟ السيرجري زي كل العلاج بتاعها شبه البيزل سيل كارسينوما، سواء سيرجري او راديو ثيرابي او كيموثيرابي، زيها زي السكويما البيزل سيل كارسينوما. وبكده خلصنا طبعا، وده متكلمين عنه في الفيديو اللي فات، فارجع اتفرج عليه. ولو عندك اي سؤال ما تنساش تكتبه لنا في الكومنتات، وان شاء الله نجاوب عليك. لايك وشير للفيديو لو اي حد ممكن يستفيد بيه، والسلام عليكم.